طب ايه الفرق ما بين جهاز زي ده واجهزه تانية ما دام كلهم بيعملوا نفس الحركه؟ هل انت جسمك بيشغل العضلات الميجر ماسلز اللي هي العضلات الاساسيه دي وبس، ولا انت مشغل استابلايزرز كتير، مشغل عضلات مثبته كتير، مشغل عضلات شغاله وماسكه الجسم ايزومتريك كتير؟ ده اللي هيفرق. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتلعب تمرينه زي دي، هل رجليك شغاله؟ لا. هل القطنيه شغاله؟ ثابته. كل اللي مركز عليه هي الحركه المفصليه بتاعت الشولدر وبتاعت مين؟ القلب. طب بقى تعالى كده، لو انت مسكت بار ولعبت بنت روز، بدل ما بتمسك هنا اهو وبتلعب واسع، قمت انت جيت مسكت البار ولعبت واسع، القطنيه بتاعتك شغاله، ستابلايزر وماسكه، الجلوتس عندك هي والكوادز شغالين وهم مثبتينك، فتيجي تبص تلاقي ان العضلات دي كلها ايه؟ ستابلايزر وشغاله. لو حد عنده اصابه، التمرين ده ما ينفعلوش، اللي هو ايه؟ البنت روز، لان انت مشغل عضلات كتير. واحد عنده اصابه في الفقرات مثلا، عنده غضروف، ما ينفعلوش نهائي. فما تجيش تقوم انت حاطط تمرين زي ده لعميل وهو اصلا عنده اصابه، لكن هتلعبه تمرين زي ايه؟ زي الماشين روز، عشان كده انت هتعرف تمرن العميل حوالين اصابته بعيد عنها، فتقدر تختار تمارين كاكسرسايز سيلكشن، اختيار تمرين مناسب. عشان كده انت عندك اكتر من تمرين بدمبل بكيبل بكذا كذا كذا، ممكن يبقوا كلهم ايه؟ زي بعض في الاستهداف العضلي كعضله اساسيه، ولكن ممكن تلاقي واحد اكتر من التاني في العضلات المساعده، في العضلات المثبته.